عبد الفتاح الأسري واحد من الناس الجامدة أوي في الكوميديا. لكن حدوتة عبد الفتاح الأسري كانت دراما مأساوية. الحدوتة بتبتدي في يوم 15 إبريل سنة 1897 في حي الحسين، لما الأب فؤاد والجد عبد الفتاح الأسري كانوا واقفين مستنيين البشارة من الداية، وجواهم أفكار بتدور. العيلة مفيهاش أحفاد ذكور، مين اللي هيورث أملاك العيلة ومين اللي هيشغل محلات الدهب؟ وبيوقف تفكيرهم الداية لما بتخرج وتقول ألف مبروك يا سفهاد، مراتك جابت ولد، هتسموه إيه؟ بيسموه عبد الفتاح على اسم جده. كانوا فرحانين بيه جدا، وعاش حياة مدللة وناعمة، وحياته كلها عز ودلع، وحرفيا اتولدوا في بقه معلقة دهب. لا ده كمان عيلته تجار دهب وجوهرجية مشهورين جدا، ودخلوه مدرسة الفرير الفرنساوي، وكان بيروح بعربية حنطور ومعاه واحد مخصوص بيشيله الشنطة. اتعلم الفرنساوي والانجليزي. طبعا انت مستغرب لانك على طول بتشوفه في دور ابن البلد، ويمكن ده سببه انه من صغره كان بيحب يصاحب اولاد الزوات واولاد البلد كمان. وكمان لما كبر شوية كان بيسهر كل يوم في القهاوي، واللي كانت زمان زي ملاهي شعبية فيها عروض القافية والتمثيل، ومن كل لون بيعدي عليها. والأسري حب التمثيل، وكان بيمثل مع أصحابه المسرحيات اللي بيشوفوها. بيتخرج الأسري وبيشتغل مع أبوه، وكمان أبوه عشان يهديه من شقاوته بيجوزه، وده كان وهو عنده 19 سنة. ولأنه سنه صغير وشقي ومراته كمان كانت نكدية، فبعد سنة واحدة اتطلقوا. وفي الوقت ده الأسري ما نساش هوايته التمثيل، وكان بينضم لفرق الهواه لحد ما مثل مع فرقة عبد الرحمن رشدي. وفي الوقت ده أبوه عرف وطرده من البيت والشغل، وده لأن التمثيل كانت سمعته وحشة في الوقت ده، أو يمكن لحد دلوقتي، وما ينفعش ابن الزوات يشتغل مشخصاتي. بيكمل الأسري مشواره في التمثيل، وبينضم لفرقة جورج أبيض كمترجم وكمان ممثل. ومسرح جورج أبيض مسرح تراجيدي، ولأن شخصيته عكس كده، ففي أول يوم عرض بيقف على خشبة المسرح بيرتجل وبيهزر، والجمهور اتفاعل معاه وضحكوا. وجورج أبيض بالنسبة له الجمهور يضحك في عروض تراجيدي دي مصيبة، وما يقدرش يتملك نفسه بيشيط. ومن كتر غضب جورج أبيض دخل وضرب عبد الفتاح بالقلم قدام الناس على المسرح. لا وكمان طرده. الجرايد كتبت اللي عمله الفنان المشهور في الممثل المبتدئ، والموضوع سمع. في الوقت ده الأسري كان استسلم انه فشل، وان دي النهاية، وان ده حظه مش هيقدر يعمل اكتر من كده. لكن القدر كان ليه رأي تاني، وده لما بيدور عليه نجيب الريحاني وبيشغله معاه في المسرح، وبينجح والجمهور بيحبه وبيتعلق بيه وبيدخل قلوبهم، لدرجة ان في ناس ياما ما بتركزش انه احول، وبتتفتح له سكة السينما. وفي سنة 1935 بيقدم أول فيلم ليه، فيلم المعلم بحبح. ومن سنة 36 لأواخر الأربعينات كانت أهم أفلامه مع الريحاني صاحبه، واللي كان صاحب الفضل في مشواره، ومثل معاه أحلى أفلامه زي بسلامته عايز يتجوز وسي عمر ولعبة الست. وبرغم إن أدواره كانت شريرة بس الجمهور حبه، وفي الفترة دي قدم أكتر من 40 فيلم. عبد الفتاح الأسري كان ليه معجبات ياما، منهم حكمة هانم، واللي كانت بتروح له المسارح وكمان الاستوديوهات. اتعرف عليها ومع الوقت حبها واتجوزها، ولانها بنت اكابر فكانت مصاريفها ياما وطلباتها كتير، وكانت بتحاول تصرف من جيبها لكن دايما كان بيرفض. وكانت المشاكل ما بينهم، واللي زودها غيرتها عليه، وكانت غيرتها عليه مبالغ فيها، وبسبب كده طلقها. وبعد سنة 1945 كان الحاج فؤاد عبد الفتاح فلس بسبب الكساد العالمي، واللي حصل بسبب الحرب العالمية التانية. وبسبب الظروف دي عيا، وعبد الفتاح زاره في البيت، واخيرا يتجمع الشمل وابوه يرضى عنه ويوصيه كمان على اخواته. ويقرر عبد الفتاح يتجوز لتالت مرة من بنت الاصول فريدة، لكن للاسف بسبب الخلفة بيطلقوا. وبالصدفة بيشوف طفل يتيم اسمه مسعود عنده 12 سنة بيشتغل عند البقال، يتعاطف معاه عبد الفتاح. ومع الوقت عبد الفتاح يلاحظ ان مسعود بينام على الارض في المحل، فيدخله ينام عنده في البيت. ويتطور الموضوع من الشفقة إلى إنه يحبه كابنه، وكمان يقرر يتبناه. وفي سنة 1948 بيتوفى والد عبد الفتاح، كانت صدمة كبيرة. وبعدها بشهور قليلة في سنة 1949 بيتوفى الريحاني، والاتنين كانوا سند ليه. طبعا الأب أهم، لكن الريحاني كان صاحب عمره اللي بيحبه ووقف جنبه وصاحب الفضل في نجاحه. وبعد الصدمات دي بينصحه اسماعيل ياسين انه يشغل نفسه في الشغل. وفعلا في الخمسينيات ولحد سنة 60 بيقدم مسرحيات قوية مع اسماعيل ياسين، واكتر من 50 فيلم، اخرهم فيلم بنات بحري، واشهرهم عنتر ولبلب، الاستاذة فاطمة، وسكر هانم. واغلب الافلام اللي قدمها في الفترة دي كانت دويتو مع اسماعيل ياسين. وبالرغم من كل النجاح ده، لكن عبد الفتاح عاش فترة صعبة جدا. بيموت اخوه محمد، وبعدها بيموت اخوه حسن، وبتكمل لما في سنة 58 والدته بتتوفى. وعبد الفتاح الأسري من كتر الزعل جاله السكر ودخل المستشفى، وهناك كان في ممرضة جميلة مسؤولة عنه، بتديه الدواء في ميعاده وبتأكله ومهتمية بيه جدا.
فاتصاحب عليها وطلبها للجواز، وفعلا بتوافق. كان اسمها سهام وعندها 21 سنة، وفي الوقت ده هو كان 61 سنة، والفرق ما بينهم 40 سنة. وتمر الأيام، وبعد 4 سنين كان الأسري في المسرح مع إسماعيل ياسين، وقبل ما الستارة تتفتح كان قاعد مع نفسه متضايق، وفي دماغه هواجس بتدمره، وشكوك في مراته اللي كاتب لها كل فلوسه، وظنونه إنها على علاقة بابنه بالتبني. ضغط عصبي كبير على مريض سكر. وتتفتح الستارة ويدخل الأسري، وفي عز ما كان بيمثل يتفاجئ بيه إسماعيل ياسين وهو بيصرخ قدامه: أنا اتعميت ومش شايف أي حاجة يا إسماعيل. الجمهور إسماعيل افتكروا إنه بيرمي إفيه، لكن الأسري فضل يكرر: أنا مش شايف أي حاجة، أنا اتعميت يا إسماعيل. إسماعيل ياسين بياخده على طول على مستشفى القصر العيني، لكن للأسف الأسري كان فقد بصره بسبب ارتفاع شديد في ضغط الدم. وكانت المسرحية دي آخر عمل فني ليه، والغريب إن اسم المسرحية الدنيا لما تضحك، وللأسف الأسري شاف الدنيا لما اتكشر. وعلي جرى بيبدأ رحلة من العذاب من وقت خروجه من المستشفى كمصاب بالعمى الجزئي، يا دوبك بيشوف ملامح صغيرة جدا، وكمان مريض سكر، ومفيش أي حد جنبه غير 3: أخته بهية اللي كانت أكبر منه في السن وحالتها المادية صعبة جدا، ومراته اللي أصغر منه ب40 سنة، وابنه بالتبني. أخته بهية كانت حنينة عليه، بس ما قدرتش تقعد معاهم في البيت لأن مراته طردتها، وبعد فترة مراته بتطلقه وبتتجوز مسعود ابنه اللي رباه لحد ما وصل ل 27 سنة. وفي 24 يناير سنة 1964 نشرت جريدة الجمهورية صورة لعبد الفتاح الأسري بيظهر فيها وهو ماسك الحديد اللي قافل شباك أوضته اللي في الدور الأرضي، أوضة فاضية مفيهاش عفش، هي دي الأوضة اللي عايش محبوس جواها وبينام على الأرض. الخبر مكتوب فيه تفاصيل اللي جرى وعلي جرى. عبد الفتاح كل يوم يطلب لقمة أو سجارة من الأهالي اللي في الشارع، والأطفال الصغيرة تقعد تضحك عليه ويقولوا له: ما تعمل لنا الحركة بتاعت نيرماندي، وهو يا عيني في حالة خرف. وطليقته وابنه اللي اتبناه بيخرجوا ويصرفوا من فلوسه. وبعد الصورة دي على طول نجوى سالم وماري منيب بيروحوا له البيت، وطليقته بتمنعهم لكنهم بيخشوا غصب عنها، وبيلاقوه محبوس نايم على الأرض، هدومه متوسخة وشعره طويل ودقنه طويلة. وبتكمل الصدمة لما ما يقدرش يتعرف عليهم. على طول نقلوه في مستشفى دمرداش، وهناك عرفوا انه بيعاني من تصلب في الشرايين، وفضل في المستشفى فترة، وكانت اخته بهية بترعاه. ولما خرج اتفاجئ ان البلدية شمعت بيته، وده بسبب انهم هيهدوا البيت. طليقته هربت مع جوزها الجديد بعد ما باعت العفش، ما بقاش ليه سكن، وفضل عايش مع اخته في اوضة صغيرة لحد ما نجوى سالم جابت له شقة من محافظة، وماري منيب جابت له اعانة من نقابة 10 جنيه في الشهر، وهند رستم عملت له حملة عشان يفرشوا له الشقة، وجابوا له تلفزيون صغير عشان باللي باقي من نظره يشوف فيها الافلام اللي عملها. وفي يوم 8 مارس سنة 1964 بيتوفى الأسري، وجنازته كانت صغيرة جدا، كان فيها عدد قليل جدا من الناس. الأهم إنك لما بتفتكره بتترحم عليه، وبتفتكر إزاي هو كان إنسان بسيط وتلقائي، وتحسه زيك ابن بلد. الله يرحمه، عاش حياة صعبة جدا. الله يرحمك يا عبد الفتاح يا أسري، الله يرحمك.